السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وبصحة وعافية وسلامة وراحة بال يا رب العالمين. بشكركم جدا على اللي بتعملوه معانا والتعليقات الحلوة، ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. هنا هنعمل ايه بقى؟ بصوا العيش اللي باللحمة ده، اللحمة المستوية. كان عندي شوية لحمة، هعمل بيهم عيش باللحمة. بص انا عاملة هنا الخميرة، حطيت كيس خميرة فورية، معلقة سكر وشوية مية دافية، وركنتهم على جنب. جيت هنا بقى حطيت مية دافية برضو، وحطيت حبة ملح كده، شوية صغيرين يعني ملح، وعجنهم. يعني عندي كيلو ونص دقيق، هنا برضو معلقتين زيت احطهم عليهم، مية دافية. وهحط ايه بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام وانتم بخير يا حبايبي. رمضان خلص بسرعة، يا ريت السنة كلها رمضان. بصوا هنا حطيت الخميرة اهو، واحط الدقيق. عندي هنا كيلو ونص دقيق، متعدد الأغراض يعني، عادي، أو دقيق غلة أو كده يعني، أي دقيق ينفع، جميل جدا. عملناه أحسن من اللحمة النية اللي هي مش مستوية ونحط عليها البصل، بتبقى ده طعمه حلو عشان بشوح البصلة كده وبعملها حلوة جميلة جدا. هنا بقى ايه؟ بقلب كده، نعجن العجينة. فالمعلقة طبعا ايه، مساعداني شوية انا وبقلب. بصوا، يا رب يدينا ويديكم الصحة والعافية يا رب، وبركة العمر وصالح الأعمال والرزق الكتير يا رب العالمين. يعودها علينا الأيام بخير يا رب، احنا وانتوا وكل الناس يا رب. بصوا هنا بقى ايه، الدقيق شرب المية طبعا، انا مش معبرة المية عشان عايزة العجينة طرية. فهنا بقى ايه، هحط لقيت الدقيق يعني قاعد منه شوية، وهحطه اكمل الدقيق اللي قاعد، حبة مية دافية برضو، واحط عليها بقية الدقيق كده. هنا كيلو ونص دقيق هو. فقلنا ايه نعمل، بعمله بالطريقة دي، جميل جدا وليه طعم وريحة حلو، عشان بشوح البصل ليه انا، عشان بشوح البصل بيديله طعم حلو في العيش يعني بصراحة. هنا بقى ايه، المعلقة كل ما عايزة اعمل بايدي، فلقيت العجينة تقلت بقى شوية. بصوا اهو، بصوا ازاي لقيتها تقلت شوية. قلت اما اقلب بقى بايدي كده، ما بدهاش، لازم اقلب بايدي اهو. لازم العجينة تكون طرية وحلوة، بتبقى زي السفنج بصراحة، ولا بيكنج باودر ولا حاجة، هي خميرة بيرة وخلاص، ومعلقتين زيت وذرة ملح، شوية ملح يعني ربع معلقة أو نص معلقة صغيرة ملح. هنا عجنت العجينة بقى، هغطيها كيس ورق حراري تغطيها بيه عادي. غطيتها وخمرت بقى، وأنا إيه قطعتها. بحط اللحمة، حطيت اللحمة وجبنة موتزاريلا بلمها. بصوا معلومة بقى يا حبايبي، لما بتلموها كده، لما بلمها كده وبططها، بتروح اللحمة رايحة في الجناب بقى، ما بتبقاش في النص في لحمة، بس طعمها زي العسل. لكن لو انت فردتيها وحطيتي عليها طبقة تانية، يعني العجينة دي قسمتيها اتنين وبططيها وحطيتي طبقتين على بعض، بتبقى قاعدة اللحمة زي ما هي. هنا بقى رحت ايه، حاطة برضو شوية جبنة. عندي حبة جبنة كانت مش كتير يعني، كانت محتاجة جبنة كتيرة، بس انا لقيت كيس عندي يعني، اللي هو ربع كيلو ده. فقلت اما احطهم كده، بلمهم كده. العجينة بص طرية ازاي وحلوة. طول ما العجينة طرية، تاخدي العجينة بقى هي هشة وزي السفنج كده، جميلة جدا. حطيته في الطاسة بقى، سويته في الطاسة على النار. بصوا هنا شكله ايه بقى، جميل جدا بصراحة، طعمه تحفة، وكان ما اقولكمش على جماله. بسم الله ما شاء الله.
كانت حبة لحمة يعني صغيرين مش كتير، وكنت حطاهم عاملاهم جاهزين يعني، ورحت حطاهم في العيش. عملته عيش باللحمة مستوية، اللحمة والبصل وفلفل أخضر، حطيت فيها مع معلقتين زيت، كانوا جميلة جدا، جمال، طعمهم جميل جدا، تاكليهم على كده. والولاد فرحوا بيهم ما شاء الله. وكانت يعني طريقة يا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم بقى، وتقولوا لي بتتابعوني من فين يا حبايبي. يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية انتوا واولادكم واحنا اولادنا يا رب العالمين. بص اقطع لكم حتة، هتلاقوا العيش بقى ايه، العيش في النص، اللحمة راحت في الجناب، بس طعمه يعني ما اقول لكمش عليه، جربوه مش هتندموا، جميل جدا. سخن هنا بمسكه بالعافية، خلى ايديا، شوف ايديا حمرا ازاي من كتر السخونية بتاعته، مش عارفة افتحه. بصوا اهو، بصوا تحت اللحمة، بصوا جميل ازاي، ريحته كانت جميلة، ريحة وطعم جميلة جدا. قلت للولاد مش هنعمله اللحمة بقى ايه مش مستوية، هنسويها الاول، نشوحها، يا لولا ما نعمل بيها العيش باللحمة، لان لقينا الطريقة طعمها حلو، عشان تشويحة البصلة بتديله طعم حلو. بصوا اللحمة تحت، بصوا تحت خالص، جميل جدا ما شاء الله. يا ريت بقى طريقتي تعجبكم وتجربوها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا يا حبايبي أهو، شايفين الجمال، سخن مولع موهوج، ولا ما أعرف موجوج بيقولوا. بصوا هقطع التاني ده برضو، أحلى طريقة للعيش باللحمة، عجبتنا وعجبت كل اللي دقة، عجبته، مش قادرة أفتحه، سخن نار مولع أهو، وطري طري بقى إيه زي السفنج العيش. بصوا أهو، شايفين جميل جدا. بالهنا والشفا على اللي شاف، وبالهنا والشفا على اللي كل منه. يا رب تعجبكم الطريقة وتجربوها، وفي رعاية الله. بصوا الجمال، يلا في رعاية الله، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظ الله ورعاية الله وسلامة الله. حبايبي كلكم، صلوا على النبي، سبحوا، هللوا، شهدوا، وحدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.